إيه ده؟ أنا نمت؟ حسيتش بنفسي خالص، ومالي كده مُجهدة وحاسة بهبوط، شكلي جُعت، أكيد أنا جعانة. كنت سايبة جنبي طبق رز بسمتي وحتتين كفتة، عشان لو جُعت وأنا نايمة هاقوم آكلهم. الأطباق فاضية. الله! أُمّال مين أكلهم؟ ده ما حدش غيري في البيت. شكلي كلتهم وأنا نايمة وما حسيتش بنفسي، وهي دي مشكلتي. استنوا أمّا أقوم أعمل لنفسي طبق ساندوتشات وآجي أحكي لكم حكايتي. التلاجة ما فيهاش حاجة تفتح النِفس، جبنة وبيض، حاجات كده آكلها بين الوجبات. أنا عايزة أكل كده يفوّقني. شكلي كده هاطبخ. هي الساعة كام دلوقت؟ الساعة 02:00. يا دوبك ألحق أعمل أكل قبل ما أروح الكلية. تعالوا نتكلم وأنا باعمل مكرونة بالبشاميل. أنا عبير. مشكلتي إني باحب الأكل أوي، وهو أول اهتماماتي. من وأنا صغيرة وأنا كنت مختلفة عن باقي صحابي البنات. كان دايمًا أكلي مختلف عنهم. هُم كانوا بيروحوا المدرسة معاهم ساندوتشات جبنة، وساندوتشات لانشون، وساندوتشات عادية، لكن أنا بالنسبة لي الحاجات ديّة ما بتشبعنيش. لكن أنا في كل الوجبات بابقى عايزة آكل طبيخ. أنا باحب الأكل ده. كانت ماما بتحط لي في الشنطة ساندوتشات عادي، جبنة ولانشون، ساندوتشات عادية، بس أنا كنت من وراها بافتح التلاجة وأجيب كيس أو علبة وآخُد أي حاجة متبقية من الغدا، زي مثلًا حبّة صوابع محشي، شوية ورق عنب، حتّتين رقاق باللحمة، أي حاجة باخُدها معايا وأنا رايحة المدرسة. إيه ريحة الأكل دي؟ هي مش هتبطّل بقى اللي هي بتعمله ده؟ يا رب المِس تعرف وتودّيها للمديرة. ده أنا اتخنقت، ده أنا كرهت آجي المدرسة بسبب ريحة الأكل اللي هي بتجيبه. أنا مش فاهمة هي ليه ما بتجيبش ساندوتشات زيّنا؟ ما تشبّعهاش يا بنتي، نطِف أهو. أمّا يا بت يا وردة، امبارح أمي كانت عاملة طاجن بامية باللحمة وشوية ممبار، إنّما إيه، يا دي النيلة! وأنا أقول الريحة دي جاية منين؟ حرام عليكِ، قلبتِ ريحة الفصل. بطّلي بقى الأكل اللي بتجيبيه معاكِ ده، لأحسن المِس تعرف. ما تعرف، يعني هي هتعمل إيه يعني؟ سيبِك، سيبِك، المهم إحنا هنخربها في الفُسحة. وأول لمّا جات الفُسحة، طلّعت الأكل وقعدنا ناكل، والريحة ملت الدنيا أكتر ما هي. وساعتها جات المِس، ولمّا شافت المنظر خدتنا عند المديرة. نسيت أعرّفكم على وردة صاحبتي. وردة صاحبتي من الطفولة، وتعتبر صاحبتي الأنتيم، وتقريبًا برضه بتحب الأكل زيي، وهي شريكتي في كل الجرايم اللي باعملها. المهم لمّا رُحنا عند المديرة سألت: "مين فيكم اللي جايب الأكل ده؟" قُلت لها: "أنا يا مِس." قالت لي: "ليه ما جبتيش ساندوتشات زي زمايلِك يا حبيبتي؟" قُلت لها: "بصراحة الساندوتشات دي ما بتشبعنيش يا مِس، وبافضل جعانة طول اليوم." وللأسف عملت لي استدعاء ولي أمر. ولمّا ماما جات قالت لها: "أنا طلبت أشوف حضرتِك عشان مصلحة بنتِك. لو تلاحظي إن عبير واضح جدًا إن عندها سمنة، ليه حضرتِك ما بتهتميش بنظامها الغذائي؟ عبير محتاجة نظام غذائي صحّي." ردِّت ماما وقالت لها: "والله حضرتِك أنا خدتها لدكتور ومشيت معاه على علاج ونظام غذائي وبرضه ما بتخسِّش." ردِّت المديرة وقالت لها: "وهتخسّي إزاي حضرتِك وأنتِ كل يوم بتبعتيها المدرسة معاها بامية ومحشي وممبار، هو ده النظام الغذائي؟" اتصدمت ماما وقالت لها: "إيه؟ حضرتِك بتقولي إيه؟ ده أنا كل يوم باحُط لها الساندوتشات في شنطة زيّها زي إخواتها، منين بتجيبي الأكل ده؟"
واضح جدًا إن بنت حضرتِك بتاخد الأكل من وراكِ من التلاجة قبل ما تنزل. بنتِك عندها شراهة في الأكل. أنصحِك إنِّك تهتمي وتركّزي في الموضوع ده عشان صحتها في المستقبل، ومش عايزة أشوف معاها أي أكل من النوع ده في المدرسة نهائي، لإن زمايلها اشتكوا وقالوا إن ريحة الأكل بتبقى صعبة جدًا، واتصدمت ماما من اللي أنا باعمله. بعدها خدتني لدكتور تاني، وبقت تقفل التلاجة بمفتاح. مش بس كده، ده خلّتني ألعب رياضة كل يوم في النادي، وللأسف بقيت باقعد بالجوع، وكنت باحس إني متضايقة أوي وإني خلاص هاموت، خاصةً في الأول. وساعات كنت باعرف أتصرّف يعني في أكل من مصروفي أو من صحابي كده يعني، وساعات ما كنتش باعرف أتصرّف وكنت بابقى متضايقة جدًا، لحد ما جات لي فكرة أقدر من خلالها يبقى معايا مبلغ كده أجيب منّه أكل كل أسبوع أو أسبوعين. يا بنات، إيه رأيكم نعمل جمعية مع بعض بمصروفنا؟ والله فكرة، حتى نقدر نحوّش. ردِّت نور: أنا فعلًا محتاجة أحوّش فلوس عشان أجيب جراب لموبايلي. وقالت دينا: وأنا فعلًا محتاجة مبلغ، نِفْسي أجيب شوية إكسسوارات وتُوَك. وأنتِ يا عبير عايزة إيه؟ ليه عايزة تعملي جمعية؟ نِفْسي أجيب فرخة مشوية وصينية بطاطس. مش قادرة يا جماعة، أنا جعانة والنظام اللي ماما عاملاه لي دوّة خلاص هيموّتني. وقعدت أعيّط، وفضلوا البنات يواسوني ويصبّروني. ما انكرش إن الموضوع جاب نتيجة وخسّيت وبقيت أحسن وأنشط، بس كان عندي اكتئاب فظيع وكنت طول الوقت حاسة إني زعلانة. وفضلت أمي متابعاني لحد ما بقيت في الكلية، وساعتها حست إني كبرت وبقيت أعتمد على نفسي في حاجات كتير، وكمان وزني بقى عادي، مليانة بس في حدود العادي، فما بقيتش تهتم بموضوع أكلي ده. وساعتها رجعت تاني آكل كتير، كمان بقيت أحب أطبخ أوي، ودايمًا كنت باطبخ قبل ما أنزل الكلية عشان آكل قبل ما أنزل وما أبقاش جعانة. ورجع وزني يزيد تدريجي، وكل ما أتخن كل ما أتضايق أكتر، وألاقي اللبس مش جاي مقاسي، وكل ما باتضايق كل ما باكل أكتر وأكتر. كمان كنت باتعب جدًا عشان ألاقي هدوم مقاسي، وكنت باتضايق جدًا لمّا ألاقي صحابي وزمايلي حجمهم طبيعي وبيجيبوا هدوم بسهولة، وأنا على طول بازيد في الوزن، إشمعنى أنا اللي باتخن؟ وبسبب وزني كنت باتكسف جدًا أخرج مع صحابي، فكنت نادر لمّا باخرج، لحد ما في يوم كنت خارجة مع واحدة صاحبتي، فقابلنا واحدة كانت تعرفها. إزيِك يا رنا عاملة إيه؟ إزيِك أنتِ يا إنجي أخبارِك إيه؟ الحمد لله. مامتِك دي اللي معاكِ؟ إزيِك يا طنط؟ اتصدمنا وفضلنا ساكتين، فردِّت رنا: لا، لأ، دي صاحبتي عادي. إنجي اتحرجت جدًا وقالت لها: فرصة سعيدة جدًا يا جماعة. طيب أنا هامشي بقى عشان أنا مستعجلة وكده، ومشيت وسابتنا. رجعت البيت وأنا مخنوقة جدًا وباعيط، ووقفت قدّام المراية. معقولة معقولة إنجي تفكّرني مامة رنا؟ هو أنا شكلي سِنّي كبير أوي كده؟ يعني شكلي كبير لدرجة إنه يتقال عليّا أُم؟ وقعدت أعيّط، وللأسف هُم عندهم حق. طبعًا الكلام ده كان ليه تأثير سلبي على نفسيتي، وبدل ما يخلّيني أعمل diet وأروح ألعب رياضة، بالعكس بقيت آكل أكتر من الأول. فضلت كده عايشة ومش مهتمة بزيادة وزني أوي، وخلصت الكلية، ومع الوقت لقيت كل أصحابي بيتجوزوا وبيتخطبوا،
وأنا ما حدش بيتقدّم لي، وعدّى كذا سَنة وأنا قاعدة في البيت مش لاقية شُغل وما حدش بيتقدّم لي، لحد ما في يوم ماما قالت لي: "عبير، افرحي يا حبيبتي، متقدّم لِك عريس." قُلت لها: "بجد يا ماما؟ مين طيب؟" قالت لي: "واحدة صاحبتي، ابنها بيدوّر على عروسة تكون بنت ناس ومحترمة." فقالت لي: "إحنا هنيجي نخطب عبير." فرحت أوي وقُلت يا رب، يا رب يكون من نصيبي، وقعدت أجهّز نَفْسي لليوم اللي هُم هييجوا فيه. اشتريت لبس جديد واهتميت بشعري وبشرتي، بس كنت خايفة أوي وقلبي مقبوض، خايفة في المقابلة دي يقولوا كلام يجرحني، مش عارفة أعمل إيه، قلقانة جدًا. سِبتها على ربنا، ولمّا جُم وقعدوا يتكلموا مع بابا، ماما جات لي المطبخ وقالت لي: "يالّا بقى يا حبيبتي اخرجي بالشاي، عشان كده العريس يشوفِك وأنتِ تشوفيه." كنت خايفة أوي ومتوترة جدًا، وهُم بيتكلموا خرجت بالشاي، وكلّهم قعدوا يبصّوا لي وهُم مش فاهمين، وعلى وشّهم علامات استفهام، هي دي العروسة والّا لأ؟ كُلّه بيسأل نَفْسه السؤال ده، وفي وسط الكلام العريس سأل بابا وقال له: "أُمّال فين العروسة؟" رَد بابا وقال له: "ما العروسة أهي يا ابني لسه داخلة بالشاي." بصّوا لي كلّهم بصدمة. بابا قال: "إحنا ممكن نسيبكم تقعدوا مع بعض شوية تتعرّفوا على بعض." وسابونا لوحدنا شوية عشان نتكلّم، وأنا حسّيت إن العريس بيتكلّم وخلاص عشان يعدّي القعدة، اللي هو أخد قراره يعني بالرفض، وقعدنا نتكلّم وفعلًا مشوا وما اتكلّموش تاني، ما حدّش منهم اتصل. طبعًا نفسيتي اتأثّرت أوي، فضلت حابسة نفسي في البيت، ما باخرجش في أي حتّة، وباكل أكتر من الأول، وطول الوقت واقفة في المطبخ باعمل أكل. وعدّى وقت، وقررت إني أخرج من الحالة دي بقى، وأدوّر على شغل. بعتّ لكذا شركة وكذا مكان عشان أشتغل، أكتر من مقابلة، وما كانش حد بيقبل يشغّلني أبدًا. فضلت قاعدة في البيت لحد ما جات لي فكرة، وقررت إني أشتغل من البيت، وفكّرت في أكتر حاجة أنا باحب أعملها، وهي الطبيخ. فقررت إن أنا أشتغل وأعمل أكل بيتي وأبيعه للناس، وفعلًا عملت صفحات على الإنترنت، وبقيت باشتغل من البيت وأبيع أكل، وطبعًا نجحت جدًا في شغلي، لإني باحب الأكل جدًا، وبقى ليّا زباين كتير، وطبعًا مش عايزة أقول لكم مع الطبيخ بقيت آكل أكتر وأكتر، وتخنت جدًا، وفي خلال 3 سنين من شغلي قدرت أحوّش مبلغ محترم، فتحت بيه مطعم، وعشان أنا كان ليّا زباين كتير، كان المطعم بيشتغل كويس أوي، وفضلت الدنيا هادية والناس كلّها بتحب تيجي المطعم بتاعي عشان تدوق أكلي، لحد ما في يوم جِه واحد ولقيته بيتخانق مع الwaiter. "إيه ده حضرتك؟ أنا قُلت لك إني عايز الفراخ ما تكونش spicy، مش عايزها كده، يعني إيه ما ينفعش أغيّر الorder؟ هو الغلط من عندي والّا من عندكم؟" "آسف يا فندم، هي دي القوانين اللي عندنا، لمّا بننزّل order ما ينفعش إن إحنا ناخده ونعيده تاني من الأول، ممكن أضيف لحضرتك صوصات لو تحب." "يا سلام! حضرتك بتهزر؟ في إيه يا منير؟ حضرتِك الأستاذ مش عاجبه الorder وهو أصلًا اللي قال لي عايزها spicy." بس عشان هو كان بيتكلم في التليفون ما كانش آخد باله. إحنا هنا بقى ذنبنا إيه؟ أنت كمان بتجيب الغلط عليّا؟ يعني مش كفاية جايب لي order غلط؟ خلاص يا منير، اتفضل يا فندم اقعد وطلبك هييجي لك لحد عندك.
أنا عبير صاحبة المطعم، وباعتذر جدًا لحضرتك. هو حضرتِك صاحبة المطعم ده؟ أيوه يا فندم، اتشرّفت جدًا بمعرفتِك. أنا نادر، صاحب معرض السيارات اللي على أول الشارع هنا. نوّرتنا والله يا أستاذ نادر. وبعد شوية نزّلت له الorder، وبقى كل يوم ييجي ياكل عندنا في المطعم، ويسلِّم عليّا، ويقول لي: "بجد نَفَسِك حلو أوي في الأكل، تسلم إيدِك." كنت بافرح جدًا باهتمامه وكلامه، لحد ما في يوم طلب إنه يقعد معايا ونتكلم، ومن هنا بتبدأ قصتنا. بصراحة كده أنا حاسس إن أنا عايز أتعرّف عليكِ أكتر. أنا سألت عليكِ وعرفت إنِّك لا مخطوبة ولا متجوّزة. كنت عايزِك بس تدّيني فرصة، يعني أنا بصراحة مُعجب بيكِ أوي وعايزة أتجوّزِك. ما كنتش مصدّقة نَفْسي. مُعجب بيّا أنا؟ هو أنا في حد ممكن يُعجب بيّا؟ يعني كده عادي؟ فضلت قاعدة ساكتة. قال لي: "أستاذ عبير." أنتِ سرحتِ؟ أستاذ عبير، أنتِ سرحتِ منّي فين؟ قُلت له: "هاه! طب طب سيبني أفكّر." قال لي: "ما فيش مشكلة، فكّري وخُدي وقتِك، بس ما تتأخّريش عليّا في الرَّد." رجعت البيت وأنا مبسوطة أوي، مش قادرة أصدّق. بجد! يعني أنا هاعيش قصة حُب حلوة كده وتنتهي بجواز، والّا هو بيهزّر، والّا يكون بيتسلّى بيّا؟ لا، لا، لأ، ما أعتقدش إن هو يكون بيفكّر يتسلّى يعني. أنا مبسوطة أوي. بعدها بيومين لقيته جاي يقول لي: "ها قررتِ إيه؟" قُلت له: "أنا ما عنديش مانع يعني إن إحنا نتعرّف ونتخطب وكده، بس أنا ما باحبش فترة التعارف تكون كبيرة، ويا ريت ندخل في الخطوبة على طول." قال لي: "آه طبعًا، إحنا بس نتعرّف على بعض الأول وآجي أخطبِك." وابتدى يكلمني في التليفون، وساعات ييجي يقعد شوية في المطعم. وبعد أسبوعين لقيته جاي وشكله متضايق أوي. قُلت له: "مالك يا نادر؟" قال لي: "مخنوق شوية، يعني مشاكل في الشغل." قُلت له: "إيه خير؟" قال لي: "لأ خلاص مش هاشيّلِك هَمّي." قُلت له: "لأ قُل، مش إحنا واحد؟" قال لي: "بصراحة كده أنا كنت آخد قرض من البنك عشان أضبّط بيه الشغل وكده، بس للأسف الظروف بقت صعبة أوي معايا، والمعرض مش عايز يكسب زي الأول، وفي نفس الوقت مش عارف أسدّد القرض." قُلت له: "أنت ليه أصلًا تاخد قرض من الأول؟ ده خراب بيوت، أنت ما تعرفش إن القرض ده حرام والّا إيه؟" قال لي: "أهو اتزنقت بقى، وواحد صاحبي هو اللي قال لي عليه." قُلت له: "طب والعمل هتسدد إزاي؟" قال لي: "مش عارف، أنا كنت عامل حسابي إني هاسدد من المكسب، وأديني بقى لي 3 شهور ما دفعتش الأقساط." قُلت له: "أنت لازم تشوف حل، هو المبلغ كام؟" قال لي: "المبلغ كله على بعضه 1.5 مليون." قُلت له: "طب ما تبيع عربيتك وتسدد، الموضوع سهل يعني." قال لي: "لا، لا، لأ، ما أقدرش، لو بِعتها مش هاعرف أجيب زيّها تاني." "خلاص، خلاص ما تشغليش أنتِ بالِك، أنا هاتصرّف." مش عارفة ليه شكّيت فيه، وحسّيت إنه ممكن يكون كدّاب. لأ، هو واضح جدًا إنه بيحبّني، أُمّال بيحكي لي ليه؟ أكيد متطمّن لي عشان كده بيحكي لي. لازم أساعده. رجعت البيت وقعدت أفكّر أساعده إزاي. فكّرت في كل الفلوس اللي معايا، لقيتها تقريبًا نُص المبلغ. قُلت مش مشكلة، أدّيهم له يسدّد جزء من اللي عليه، وبكده أبقى ساعدته، وهو أكيد هيسدّدهم لي بعد كده، وأكيد إحنا واحد يعني ما فيهاش مشكلة.
أنا لازم أعملها له مفاجأة بقى وأروح له المعرض من غير ما يكون عارف إنّي جاية، وهو لمّا هيلاقيني اتصرّفت في الفلوس أكيد هيفرح. كتبت شيك بالمبلغ ولبست هدومي ونزلت، ووصلت للمعرض، ولمّا شِفته هناك اتصدمت، وفضلت مش مصدّقة اللي أنا شايفاه. لقيته لابس يونيفورم هو و3 تانيين، وبيتكلم مع زبون وبيورّي له عربية، وفي راجل واقف عمّال يدّي له تعليمات وأوامر، ويقول له يعمل إيه وما يعملش إيه، وشكل الراجل ده هو صاحب المعرض. ودي ما كانتش أول مرّة آجي المعرض، بس كل مرّة كنت باتصل قبلها وأقول له إن أنا جاية، وكنت دايمًا باجي في ميعاد محدد، تقريبًا عشان كده بيعمل حسابه. فضلت واقفة مصدومة شوية، واستغربت إنه بيسوق العربية مع الزبون، مش لو هو صاحب المعرض كان هيشغّل حد عنده يقوم بالمهمة دي. قعدت أفكّر كتير ورجعت على شغلي وأنا مش عارفة هاعمل إيه، أتأكد إزاي إنه مش كدّاب. فضلت أفكّر وقعدت آكل، وقررت إني أراقبه كويس عشان أروح في ميعاد هو مش موجود فيه وأسأل عنه هناك. وفعلًا رُحت. لو سمحت، فين الأستاذ نادر صاحب المعرض؟ الأستاذ نادر؟ حضرتك صاحب المعرض ما اسموش نادر، صاحب المعرض الأستاذ حسين. اتصدمت وقُلت له: "يعني ما فيش حد هنا اسمه نادر؟" وقف يفكّر شوية وبعد كده قال لي: "آه، حضرتِك تقصدي نادر اللي بيشتغل معانا هنا في المعرض، بس مش هو صاحب المعرض، هو سواق وبيساعد الزباين ويفرّجهم على العربيات وكده، لكن مش هو صاحب المعرض خالص. زي ما قُلت لحضرتِك الأستاذ حسين هو صاحب المعرض اللي واقف هناك ده." وشاور لي على الراجل اللي كان بيدّيهم تعليمات. رجعت البيت وقعدت أعيّط، وفضلت آكل كتير وأنا مش حاسة بنفسي. كنت حزينة أوي على حالي، لإني اتخدعت فيه، وكل ما أشوف رقمه بيتصل بيّا أفضل أعيّط وأنهار. وفضلت أسبوع أراقبه وما أروحش الشغل، عشان كنت عايزة أعرف هو عمل كده ليه؟ ليه يجرحني كده؟ ليه يأذيني كده؟ ده أنا ما عملتلوش حاجة غير إني حبيته. لحد ما في يوم اكتشفت إنه يعرف واحدة تانية، وشُفتهم مع بعض وهُم قاعدين في كافيه، وكان بيقول لها: "أنا بس أقدر آخُد منها كده بس يعني إيه، مبلغ حلو كده وآجي أخطبِك، ساعتها هنعرف نتجوّز، بدل ما إحنا كده طول الوقت عمّالين نشتغل عند الناس ومش عارفين نفتح بيت، الدنيا بقت صعبة أوي، وهي كده عندها مطعم يعني، هتقدر تجمّع المبلغ تاني." ده أنا طول الوقت باكل بعقلها حلاوة، طول الوقت باقول لها كلام حلو ومفهّمها إنّي باحبها، وهي يا عيني ما صدّقت. ده أنا أول ما قُلت لها ما صدّقتش نَفْسها من الفرحة، حد إزاي هيحبها بالتُخن اللي هي فيه ده، مجنونة دي والّا إيه؟ وقتها ما كنتش قادرة أتمالك نَفْسي، وكنت خلاص هاقع من طولي، وفضلت قاعدة في البيت فترة، وأي تليفون منّه ما كنتش بارُد عليه، لحد ما رجعت الشغل تاني، وساعتها هو جه لي هناك، قال لي: "إيه يا عبير أنتِ ما بتردّيش على تليفوناتي ليه؟" قُلت له: "ما تجيبش سيرتي على لسانك، أنا مش عايزة أعرفك تاني، أنت طلعت كدّاب، كدبت عليّا وقُلت لي إنك صاحب المعرض، وأنت مجرّد عامل هناك شغّال فيه، وكدبت عليّا وقُلت لي إنك بتحبّني، وأنت بتحب واحدة تانية وعايز فلوسي عشان تتجوّزها، بتضحك عليّا عشان تتجوّزها بفلوسي،
ليه تعمل معايا كده؟ أنا عملت لك إيه؟ ليه تخدعني كده؟ حرام عليك، منّك لله، مش عايزة أسمع منّك أي تبريرات، واتفضّل من غير ما ترُد، اطلع برّه وما تجيش هنا تاني. غضب جدًا ومشي من سُكات، ما هو ما عندوش حاجة يقولها، هيقول لي إيه؟ ومن يومها وأنا في حالة نفسية زي الزفت، للأسف كنت حبيته واتصدمت فيه، وبسبب حالتي النفسية والحزن اللي أنا فيه، فضلت آكل أكتر من الأول بكتير، لحد ما في يوم أُغمى عليَّ في المطعم، ونقلوني على المستشفى، وأهلي جُم هناك، وساعتها الدكتور قال لي: "ليه يا بنتي سايبة نفسِك تتخني أوي كده؟ اهتمي بصحتِك شوية، لازم تاخدي بالِك." على فكرة المرّة دي عدِّت على خير، المرّة الجاية الله أعلم ممكن يحصل لِك إيه. وقُلت له: "ما باقدرش أسيطر على نفسي يا دكتور والله، أنا لمّا بازعل باقعد آكل، وأي حالة نفسية باقعد آكل، أنا باحب الأكل عمومًا." قال لي: "مش هينفع الكلام ده، أنتِ لازم تخسّي، وإلا هييجي لِك ضغط وسُكّر ومشاكل تانية كتير." وبصراحة الرياضة والرجيم مش هيخسّسوكِ أوي، لإن أنتِ تخينة جدًا، أنصحِك تعملي عملية تكميم. حسّيت إن كلام الدكتور صح، ودخل دماغي فعلًا، أنا فعلًا محتاجة عملية تكميم، أنا محتاجة حاجة تخلّيني أوقّف الأكل اللي أنا باكله ده. وقعدت أفكّر مع أهلي وحسّيت إنّهم مرحّبين بالفكرة وشايفين إنّها مناسبة ليّا ولحالتي. توكّلت على الله وقررت أعمل عملية تكميم، وقدرت أوصل لدكتور شاطر يعمل لي العملية وحدد لي ميعاد، وقبل ميعاد العملية وقفت قدّام المراية باشوف شكل جسمي لآخر مرّة، وباتخيّل كده لمّا أخس شكلي هيكون عامل إزاي، هابقى أحلى والّا لأ؟ وقعدت أفكّر، كنت خايفة أوي، كنت خايفة العملية ما تنجحش، كنت خايفة يحصل لي مضاعفات، بس يعني قعدت أطمّن نفسي، لإن أنا فعلًا كنت محتاجة لها أوي. واتصوّرت كام صورة كده قدّام المراية، عشان بقى لمّا أخِس أقعد أقارن بين الصورتين زي ما بيعملوا قبل وبعد. عملت العملية وبعدها كنت تعبانة أوي، وبعد حوالي شهر كنت بدأت أنزل من البيت، وطبعًا أهملت شغلي لإني كنت ضعيفة، لحد ما حالتي اتحسنت شوية، بس طبعًا كان عندي مضاعفات، واتغيّرت شهيتي للأكل، بقيت باكل قليل أوي، وبعد حوالي 3 شهور ابتدى يبان عليَّ إني خسيت. كنت مبسوطة جدًا من التغيير ده رغم المضاعفات اللي عندي، وفي خلال سنة وزني بقى مضبوط، وتقريبًا المضاعفات قلّت كتير، وشهيتي بقت أقل من العادي. كنت حابة شكلي أوي، وابتدى يبان جمالي. قررت أغيّر ستايل لبسي، وأغيّر تسريحة شعري، وأغيّر لونه، زي البنات بقى، بعد ما كنت طول الوقت بالبس أسود عشان أداري التخن، ورجعت أشتغل من تاني. حياتي وصحتي بقت أحسن من الأول بكتير، وحسيت إن كل حاجة بقت تضحك لي. طبعًا أي حاجة زي ما ليها مميزات، ليها عيوب. بعد ما خسيت أوي، بقى عندي ترهلات كتير أوي، وعلامات تمدد، وكانت مضايقاني جدًا، وكنت دايمًا باحاول أداريها في لبسي، ومش عارفة أعالجها. رُحت لدكتورة وادتني كورس علاجي، وقالت لي استمري عليه، كمان اشتركت في gym، وطبعًا الحاجات دي علاجها بياخد وقت كبير أوي، وابتدى يتقدم لي عرسان كتير بعد ما خسيت. لكن ما كانش في بيني وبينهم أي قبول، لحد ما في يوم جالي عريس شافني في فرح واحدة صاحبتي،
واتقدّم لي، ولمّا قعدنا مع بعض نتكلّم، حسّيت بقبول من ناحيته وهو كمان، وبعدها قرينا الفاتحة واتخطبنا، ونسيت موضوع العملية ده لإنه خلاص ما بقاش مأثّر على صحّتي ولا بقى ليه أهمية في حياتي. وعدّى حوالي 6 شهور من الخطوبة، كانت أسعد فترة في حياتي، كُنّا دايمًا بنخرج ونتفسّح، وكان رامي دايمًا بيجيب لي هدايا، ودايمًا يقول لي: "أنتِ أجمل بنت في الكون، بجد أنتِ أجمل بنت أنا شُفتها في حياتي." كلامه كان بيفرّحني أوي، لحد ما حصلت الكارثة. كان يوم عيد ميلادي، وكُنّا قاعدين نتصوّر بالموبايلات، فأنا صوّرت صور كتير كانت حلوة أوي، قُلت له: "بُص الصور دي وقُل لي رأيك فيها." أنا عن نفسي عايزة أطلّع عليهم، كان مبسوط أوي وقعد يقلِّب في الصور، وفجأة ملامحه اتغيّرت، حاول يتمالك نفسه وقال لي: "إيه؟ حلوين أوي، طلّعي عليهم." قُلت له: "مالك؟" قال لي: "ما فيش حاجة، أصل تقريبًا معدتي وجعاني شوية، أنا عايز أروّح، حاسس إني تعبان." وفعلًا قُمنا روّحنا، وكان الوضع طبيعي جدًا وكان بيكلّمني عادي. بعدها بيومين أخته كلّمتني وقالت لي: "إزيِك يا عبير عاملة إيه؟ أنا كنت عايزة آجي أقعد معاكِ شوية نتسلى كده بمناسبة عيد ميلادِك." فرحت أوي، قُلت لها: "تيجي وتنوّري في أي وقت." وقُلت في نفسي أكيد هو اللي قال لها عشان يعوّضني عن اليوم اللي باظ، لإن يومها ما كمّلناش عيد ميلادي وهو مشى، واستعديت ولبست فستان حلو، وفعلًا إجت وقعدنا مع بعض، وجابت لي هدية وكان يوم لطيف أوي. بس قلبي ما كانش مرتاح أبدًا للزيارة دي، من غير أي سبب، وما حصلش أي حاجة تخلّيني كده، بس أنا ما كنتش مرتاحة. وبعدها اتصل بيّا رامي وقال لي: "عايز أقابلِك نقعد نتكلم شوية." وفعلًا نزلت قابلته في كافيه، فضل ساكت شوية ومهموم، قُلت له: "خير، إيه الموضوع؟" قال لي: "أنتِ ليه ما قُلتيليش؟ ليه ما قُلتيليش إنِّك كنتِ تخينة أوي وعملتِ عملية وخسيتِ، وإيه المشكلة مش فاهمة؟ ما جاتش مناسبة إني أقول لك." غير إن العملية عملتها من زمان أوي، وزيّها زي أي عملية، زي الزايدة مثلًا أو أي عملية في الكلى، عملية عادية، غير إني ما عنديش منها أي مضاعفات دلوقت. قال لي وهو متعصب: "لأ طبعًا مشكلة، ومشكلة كبيرة كمان." قُلت له: "مشكلة إيه؟ ما تتكلم دغري." قال لي: "بصراحة لمّا مسكت موبايلِك قلِّبت في الصور بالصدفة يعني، وشُفت صورِك القديمة، اتصدمت جدًا من شكلِك، أنتِ كنتِ تخينة جدًا." ولمّا رجعت البيت اتكلمت مع أختي، عرفت منها إن العمليات دي ممكن تسيب أثر على الجسم، زي الترهلات أو علامات تمدد، وبيبقى شكلها وِحِش أوي. قُلت له: "آه، عشان كده بعتّ أختك عشان تيجي تشوفني، صح؟ تشوفني بقى وأنا قاعدة في البيت وتشوف شكل جسمي عامل إزاي." قال لي: "مش هاخبّي عليكِ، أنا فعلًا عملت كده، ولمّا أختي إجت وشافتِك لاحظت شكل جسمِك، وجات قالت لي إن العملية سايبة أثر." وإن أنتِ حتى لو خدتِ علاج هتقعدي سنين كتير، وبرضه هيكون في أثر للعملية. ضحكت وقُلت له: "يا سلام! والمطلوب إيه بقى؟ عايز تنهي علاقتنا عشان الموضوع ده؟" قال لي: "لأ، عشان خبيتِ عليَّ من الأول." قُلت له: "لا، لا، لأ، ما تضحكش على نفسك. أنت لمّا حسيت إني هاكون عندي مشكلة وشكلي مش هيكون حلو، قررت إن أنت
تسيبني، عشان أنت من الأول خطبتني عشان شكلي حلو، ما كنتش تعرف بقى إن أنا عاملة عملية وكده، أنت ما حبيتنيش أنا شخصيًا، كان كل هدفك تكون جنبك واحدة جميلة تتباهى بيها وخلاص. قال لي: "ده حقي، من حقي أختار شريكة حياتي تكون حلوة بالنسبة لي." ما قدرتش أستحمل كلامه، قلعت الدبلة وقُلت له: "حاجتك كلها توصل لك، أنا اللي مش عايزة أكمّل معاك، أنت أصلًا ما تستاهلنيش." رجعت البيت وانهارت من العياط، لإن خلاص إحنا فسخنا الخطوبة. فضلت أتحسّر على حالي، يعني يا ربي لا ليّا حظ وأنا تخينة، ولا ليّا حظ بعد ما خسّيت. فضلت فترة مش قادرة أتخطّى أبدًا اللي حصل لي، وما بقيتش مُقبلة على الحياة أبدًا، ولا على الشغل، ولا أي حاجة. كنت باقعد كتير أسأل نفسي: أنا ليه بيحصل لي كل ده؟ أنا ليه مش زي كل البنات؟ حياتي كده سهلة، ليه كده يا ربي؟ لحد ما في يوم كنت باقلِّب في النت، لقيت واحدة بتقول إننا لمّا نقرّب من ربنا ونحسِّن علاقتنا بيه، حياتنا هتتغيّر للأحسن، وهننسى كل أوجاعنا، وهنبطّل نفكّر في المشاكل، لإن ربنا هيحلّها. وفعلًا ده اللي قررت أعمله، وأول خطوة خدتها إني التزمت بالصلاة، وبقيت طول الوقت أقول أذكار وأدعي، وعملت وِرد يومي لقراءة القرآن الكريم. مش بس كده، أنا كمان اتحجبت وبقيت أحسّن من شكل لبسي، وفعلًا نفسيتي اتحسنت كتير أوي، لحد ما في يوم ماما قالت لبابا: "إيه رأيك نروح نزور قرايبنا في البلد؟ أنا نفسي من زمان أوي أشوف أهلي وبالمرّة نشوف أهلك يعني ونتفسح." قال لها: "والله فكرة، أهو نغيّر جو كُلّنا ونفسيتنا تبقى أحسن." خصوصًا بعد اللي حصل لعبير. وفعلًا سافرنا البلد وشُفنا أهلنا اللي ما كناش شُفناهم من زمان أوي، كان بقى لنا ييجي أكتر من 7 سنين ما رُحناش البلد بسبب أشغالنا ودراستنا، بس طبعًا كُنّا على تواصل بأهلنا وبنكلّمهم ويكلّمونا. ولمّا رُحنا هناك شُفت عمّتي، كانت وحشاني أوي وما كنتش شُفتها من زمان. "إزيِك يا عبير عاملة إيه؟ إزيِك يا عمّتو وحشتيني والله، وأنتِ كمان يا حبيبتي. اتغيّرتِ خالص يا عبير والله، برافو عليكِ. فاكرة زمان لمّا كنتِ صغيّرة كنتِ مفجوعة أوي." قعدنا نضحك. "يالّا بقى يا عبير تعالي ساعديني في المطبخ لحد ما مصطفى ابني يرجع من شغله." "هو مصطفى بيشتغل إيه يا عمّتي؟" "مشارك واحد صاحبه وبيشتغلوا هُم الاتنين عندهم سوبر ماركت كبير." أهو مصطفى جِه أهو، ودخل مصطفى، وأول ما شُفته اتصدمت من شكله. مستحيل، مستحيل ده يكون مصطفى ابن عمتي، مش معقول! 7 سنين يحصل له كل التغيير ده! "إزيِك يا عبير عاملة إيه؟ إزيك يا مصطفى؟ اتغيّرتِ جدًا، كويس إنِّك خسيتِ، إزاي قدرتِ تعملي كده؟" "والله يا مصطفى ده موضوع كبير أوي، حصل لي حاجات كتير عشان كده قدرت إن أنا أخس. لأ أنا لازم أعرف منِّك الطريقة اللي أنتِ خسيتِ بيها." وقعدنا نهزر ونضحك، وأنا كنت مستغربة شكله جدًا لإنه تخن أوي، وقعدنا كلنا واتغدينا. قالت أختي: "الأكل حلو أوي يا عمّتو، تسلم إيدِك." "ده أنتِ اللي حلوة والله يا شيماء." قالت ماما: "عبير بنتي بقى نَفَسها حلو أوي في الأكل، ده ليها زباين بتيجي لها مخصوص، فاتحة مطعم وبتشتغل فيه بنفسها." رَد مصطفى وقال: "بجد يا عبير؟ لأ ده إحنا نبقى بقى نيجي لكم زيارة، أنا باحب الأكل جدًا." رديت وقُلت: "تنوروا في أي وقت." وبعد الغدا بالليل كنت قاعدة أتفرّج على التلفزيون، جِه مصطفى وقعد معايا وقال لي: "عارفة أنا مبسوط جدًا إنكم جيتوا تزورونا أخيرًا." والله وأنا كمان يا مصطفى،
كان نفسنا نيجي من زمان، بس أنت عارف بقى الشغل والدراسة وكده، والله مبسوطين عندكم أوي، وكنا محتاجين الزيارة دي جدًا. قال لي: "بس أنا فاكر يا عبير إن وإحنا صغيرين أنتِ كنتِ تخينة أوي، وكان بابا دايمًا بيقعد يهزر معاكِ ويتريق عليكِ." ضحكت وقُلت له: "آه، ما أنا فعلًا كنت تخينة، ولحد قريب والله، أنا خسيت من قريب. مشكلتي إن أنا كنت لمّا بابقى متضايقة أو بابقى زعلانة باقعد آكل كتير، وكنت باحب الأكل أوي، وأقوم بالليل أطبخ، ده كان بيتخنّي جدًا." قال لي: "وأنا كده برضه، بس بجد برافو عليكِ إنِّك خسيتِ كده." قُلت له: "هو مش بالضبط، أنا عملت عملية لإني كنت باكل كتير، والدكتور قال لي إن ضغطي وسُكّري مش مضبوطين خالص، كان ممكن يجرى لي حاجة، وما كانش ينفع أستنى وأصبر وأعمل diet أو ألعب رياضة، كان صعب إني أستنى، فكان لازم أعمل العملية عشان ما كانش عندي وقت. للأسف أنا اللي وصّلت نفسي للمرحلة دي، مرحلة إن ما يكونش عندي وقت إني أعمل diet وأخس براحتي، وبجد رغم حُبّي للأكل، أنا ندمانة على اللي عملته في نفسي. عارفة أنا زيِّك بالضبط في موضوع الأكل ده، مش باقدر أسيطر على نفسي، ونفسي أخس أوي، وكل ما أحاول أعمل diet أرجع أضعف تاني وآكل كتير، وآكل أكل غير صحّي، ده غير إني باعرف أطبخ كمان زيِّك." ضحكت وقُلت له: "دي شكلها وراثة في العيلة بقى." قعدنا نضحك ونهزر، قال لي: "بجد والله." قُلت له: "بس خُد بالك، لو ما خسيتش في المستقبل صحتك هتجبرك إنك تخس غصبٍ عنك، والله اسمع كلامي، روح لدكتور، اعمل diet والعب رياضة." وخلصت الزيارة ورجعنا البيت تاني، وبعد فترة اتصل بيّا مصطفى وقال لي إنه فعلًا بدأ يعمل diet ويروح الgym، وقد إيه الموضوع صعب عليه جدًا في الأول، وقد إيه هو حاسس باكتئاب، فكّرني بنفسي وكل اللي مرّيت بيه، بس أنا كنت دايمًا باشجّعه إنه يكمّل، وكنت أنا كمان باتعالج وباروح الgym. وعدِّت شهور، وفي يوم كنت في المطعم لقيت شاب طول بعرض دخل عندي المطعم، كنت باشبّه عليه من بعيد، لحد ما جه كلّمني وقال لي: "إزيِك يا عبير؟" فضلت أبُص له شوية وأنا باشبّه عليه، "مصطفى؟ مش معقول! بجد أنت خسّيت؟ برافو عليك والله، شكلك متغيّر جدًا." قال لي: "متغيّر للأحسن والّا للأوحش؟" قُلت له: "لأ طبعًا للأحسن، أنا بجد فخورة بيك جدًا." قال لي: "والله أنتِ اللي شجّعتيني آخُد الخطوة دي، وكنت عايز يعني أقعد أتكلّم معاكِ شوية." لقيته بيقول لي: "إيه رأيِك لو نتشارك في المطعم ونوسّعه ويبقى مطعم كبير؟" قُلت له: "إزاي بقى؟" قال لي: "على فكرة أنا باعرف أطبخ كويس ونَفَسي حلو في الحلويات، قُلت لِك قبل كده، تحبّي أورّيكِ؟" ضحكت وقُلت له: "المطبخ قُدّامك ورّيني هتعمل إيه." قال لي: "هتشوفي." وقام دخل المطبخ وابتدى يعمل حلويات. وفعلًا عمل تورتة شوكولاتة تحفة أوي، كانت جميلة جدًا، اكتشفت إنه موهوب. قُلت له: "طيب لو قُلنا إننا هنتشارك مع بعض في المطعم ونشتغل مع بعض، هتعمل إيه في السوبر ماركت اللي عندك؟ أنا أعرف إنك مشارك واحد صاحبك." قال لي: "هاسيبه لصاحبي هو يديره، وآجي هنا أشاركِك وأشتغل معاكِ، أنا معايا مبلغ كويس أوي، نقدر نتشارك، أنتِ تطبخي وأنا هاعمل الحلويات." قُلت له: "هافكّر." ورجعت البيت وصلّيت استخارة. واتكلمت مع أهلي، حسيت إني مرتاحة أوي، وفعلًا وافقت إننا نشتغل مع بعض، وكانت فتحة خير علينا وقدرنا نكسب فلوس كتير أوي. وفي يوم قعد معايا وقال لي: "أنتِ عارفة أنا لمّا قررت أشتغل معاكِ كان عشان أنقل حياتي جنبِك هنا، وأقدر أتقدم لِك بسهولة،
من غير ما يكون في حواجز أو حاجات تخلّيكم ترفضوا. اتفاجئت من كلامه، قال لي: "أنا عايز أتجوّزِك، توافقي؟" قُلت له: "قبل ما أوافق أو أرفض، زي ما قُلت لك قبل كده، أنا كنت عاملة عملية وباخد علاج، لإن زي ما أنت عارف العمليات دي بيكون ليها أثر." قال لي: "ما تكمّليش، أنا هاتجوّزِك عشان باحبِّك وحابب أكون معاكِ وحاسس إننا شبه بعض أوي، توافقي؟" قُلت له: "أنا موافقة." وجاب أهله وجُم اتقدّموا لي واتجوّزت أنا ومصطفى، وطول الوقت كُنّا بنشجّع بعض إننا نحافظ على وزننا وما نتخنش تاني. نصيحتي لكل بنت، مسيرِك في يوم هتلاقي اللي شبهِك أو اللي يكون مناسب ليكِ، اوعي تزعلي على حد باعِك أيًا كان السبب، وحافظي على صحتِك وبطّلي أكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.